بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تعالى بقى ندردش شوية وأقول لك إزاي بنسأل تشات جي بي تي في بعض الأسئلة المهمة جدا. سألنا تشات جي بي تي وده طبعا حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا بنتعامل بيها في السوشيال ميديا، أو على الإنترنت عموما. إزاي إن أنت بتستفيد من هذه المنصة اللي بتفيدك وبتديك المعلومة وبتطلع أحسن النتائج الفعالة. مبدئيا كده بنخش على محرك البحث جوجل وبنكتب تشات جي بي تي، يطلع لك هنا تاني خيار على طول، وبتدوس انتر، وبعد كده بنقدر إن إحنا نسأل أي سؤال يخطر على بالنا. فمثلا إحنا بنخش الأول على أول اختيار. هو هنا بيطلب مني بس إن أنا أدخل هنا بعض البيانات، إن هو محتاج مني بس أحمل مثلا الشات جي بي تي على الديسكتوب، أو أجرب نسخة مجانية أو كل الكلام ده إحنا لسه هنشوفه مع بعضنا دلوقتي. باجرّب كده النسخة المجانية، وهنا بيقول لي what can I help with، يعني أقدر أساعدك في إيه. أنا أقدر هنا أبعت له مثلًا message وأقول له مثلًا يعني كده هنجرّب نسأله سؤال. لحظة بس معايا، عايز أحاول أقلب الكيبورد عربي. وهنسأله كده سؤال مهم يقدر إن هو يفيدنا فيه. مثلًا يعني ماشي، هاسأله وأقول له إزاي وصل الأغنيا مثلًا لدرجة من الثراء، أو الأغنياء إزاي أكون غني في أسرع وقت. أي سؤال يخطر على بالك، تعال نشوف هيرد يقول إيه. مثلا بتسأله بأريحية وبتقول له إزاي أكون من الأغنياء في أسرع وقت. رد تشات جي بي تي هيكون إيه؟ تعال نشوف. طبعا هو خلاص هو عرف الرد، عرف السؤال بتاعك وبيكتب الرد عموما بالشكل ده. آه، قال رد شامل ومفيد جدا. أن تصبح غنيا في أسرع وقت ممكن. هو هدف صعب يتطلب مزيجا من التخطيط الجيد والاستثمار الذكي والعمل الجاد. لا يوجد ضمان، مش عارف إيه، كلام مهم جدا. واداك هنا اختيارات: التعليم والتطوير أول حاجة عشان تبقى غني، الاستثمار الذكي، الاستثمار في الأسهم والعقارات، الوقت والمال، المشاريع الصغيرة، ريادة أعمال، عمل خاص، استغلال الإنترنت زي ما احنا بنستغله دلوقتي مثلا، التخطيط المالي وادخار المال. الكلام ده كله تعمل ايه؟ تاخده هنا، تدوس هنا تحت كوبي عشان الشات هنا بيتمسح، او تخش تعمل ساين اب هنا وتسجل لنفسك، ويبقى الحاجات محفوظة هنا. وبعد ما تعمل لها مثلا كوبي، حابب تحفظها هنا عندك في ستيكي نوت، تبقى محفوظة، يعني تقدر ان انت فيما بعد ترجع لها. او بنيجي نرجع هنا ونعمل نيو ونحطها بس هنا بس خلاص، وهنا بقت الحاجة محفوظة. فده جزء بسيط من فائدة تشات جي بي تي، ازاي تستفيد منه في بعض الحاجات اللي هي تخليك عندك يعني معرفة واسعة جدا. ده حاجة. الحاجة التانية هيشجعك على تخطيط جيد. تالت حاجة هو مش هيكون معتمد عليه بشكل كلي، بس هيحتاج منك بعض من الاجتهاد، يعني تزود على اللي انت بتاخده كمعلومة، إن أنت تقدر تفتح بقى منصات تانية زي مثلا اليوتيوب، أو أي منصة علمية مثلا تقدر تستفيد بيها، وتزود بقى على معرفتك بيه. أنا شخصيا استفدت منه كتير، وبحاول لسه أستفيد منه.
ال AI دلوقتي بقى هو المكسب، يعني هو المكسب في العصر الحالي، إن أنت إزاي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنه يدير وقتك ويدير حياتك ويدير كل حاجة. فأتمنى نكون استفدنا اليوم من هذه المعلومة، والمرة الجاية إن شاء الله نتكلم في حاجة جديدة.